السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتوا تصبحوا تربحوا؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ونهاركم مبروك. اليوم البنات نهار جديد وفلوق جديد ان شاء الله باذن الله غنشارك معكم نهاري من الصباح حتى العشيه. كما كتشوفوا يا لاله صبحت على البقوله والهلا يخطي علينا خيرات البلاد والهلا يخطي علينا تقاليدنا كما كنقولوا وعوايدنا. كما شفتوني مشيت للمارشي البارح وجبت هاد البقوله تبارك الله، يعني جبت 4 ديال الربيطات ب5 الاورو يعني ب50 درهم. الحمد لله غزاله تبارك الله، والله ما شهيتكم كما شفتوني. نقيتها، هذه هي الطريقه ديالي غنشاركها معكم ان شاء الله. نقيتها مزيان وغسلتها، فيها تبارك الله بزاف ديال التراب، غسلتها مزيان ماشي مره ماشي جوج باش حيدت منها داك التراب اللي فيها. ايوا هادشي ما كان، وغادي نشارك معكم ان شاء الله الطريقه ديالي ونهاري كما هو. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا في هذا الفيديو. ما تنساونيش بتعليقاتكم الزوينه وبالبارطاج وبالكومونتيرات وبكل شي حاجه منكم كتجي غزاله. سواء نصيحه ولا اي حاجه، كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم يا احلى متتبعين ديالي. وفوالا كما شفتوني قطعت هكا البقوله ديالي اولا خبيزه، كل واحد كيسميها، حنا كنسميوها في الجهه ديالنا البقوله. هانتوما كتشوفوني قطعتها وغادي نديرها تفور ان شاء الله باذن الله. في الكسكاس انا كندير هذه الطريقه ديالي، بغيت نشاركها معكم، طريقه جد سهله. ومن بعد غادي نمشي نيشان ندير واحد الشرميله باش غادي نشرمل الحوت، غادي نديرو في الطاجين ان شاء الله. كما شفتوني خديت الابزار، سكينجبير، التحميره والخرقوم والكمون، معلقه صغيره، شويه ديال الملحه، وكذلك درت هكا نص حامضه عصرتها حتى هي باش كتعطي لنا داك المذاق هكاك مزيون. وخديت هكا الحوت ديالي كان عندي في الكونجيلاتور كما كتعرفوا، كنشريه من قبل ونديرو في الكونجيلاتور. خديتو هكا كنشرملو كنديرو هكا في هاد لاصوص ونحطو هكا وحده مع وحده ونرجع له حتى يشرب هكا المليحه ويشرب لاصوص ديالو ونرجع له. ومشيت لواحد كما كنقولوا واحد الخورده اللي عندي تجمع عليا الصابون ديال السيمانه. الصراحه دخت ما نكذبش عليكم، طويت وانا واقفه جلست وصراحه دوخني ما كملته حتى غفر لي ربي الذنوب، ولكن الحمد لله بنادم شويش ديال الكوراج والحمد لله لورغانيزاسيون. وهادشي ما كان، نخليكم مع لا فيديو، ما تمشيو فين، شجعوني بتعليقاتكم وباللايكات ديالكم وهانتوما معايا. ويا رزة حياتي في الغازيواني ويا الساكن يا حيكو صحراوي ويجرح. ودابا من بعد ما كملت روينتي جيت نيشان للكوزينه نوجد واحد الطويجين ونشاركو معاكم. كما شفتوني خديت هكا بصيله قطعتها هي الاولى، وغادي ناخذ واحد الطريف ديال سكينجبير هكا خضر، شويه ديال الزيت، شويه ديال الثومه، وغادي نديرهم يتقلاو ونرجع لهم. من بعد غادي نضيف عليهم شويه ديال خيزو هكا قطعته رقيق هكا طرونشيات، وشويه ديال المليحه ونخليهم ونرجع لهم من بعد. ومشيت نسيب واحد الحلوه هكا للدراري، درت 165 غرام ديال الزبده تكون هكا بدرجه حراره المطبخ، نص ديال كاس ديال الليمون اولا التين كل واحد كيسميه، كاس ونص ديال الدقيق، كاس ديال السكر سنيده ما يكونش عامر. عندي هنايا 4 ديال البيضات، وكذلك غادي ناخذ ساشيه ديال الفاني وجوج ديال الخماره. كما شفتوني خديت هكا البيض درته هو الاول مع الساشي ديال الفاني، وغادي نخلطهم مزيان وغادي نخليهم على جنب يروحوا كما كنقولوا. وغادي ناخذ السكر، وداك المعلقه اللي نقصت من الكاس ديال السكر هو اللي غادي نزيدها في الكاس ديال التين اولا ديال الليمون كل واحد كيسميه. غادي ناخذ هكا القشور ديال التين، غادي نديروهم هما الاولى مع الزبده ومع السكر سنيده، وغادي نطربهم مزيان هكاك بالخلاط كما كتشوفوني. وغادي ناخذ حتى كطرب يعني هكا مزيان الزبده والسكر والقشيرات ديال الليمون ولا التين. وغادي نبقاو نزيدو البيض شويه بشويه، تمن حتى 8 المرات ولا 9 المرات معليش، المهم شويه بشويه تبقى تزيدو البيض ومع تطرب هكاك، يعني ما تخليوش يعني البيض يعني ما يكونوش مطربين مزيان. صافي من بعد غادي ندوزو غادي نزيدو هكذا الدقيق ديالنا اللي عندنا كاس ونص ديال الدقيق، وكذلك غادي نزيدو الساشيات ديال الخماره ديال الكاطو. انا ديما كنغلط فيهم بين الخميره والخماره الخماره ديال الكاطو. غادي نزيد جوج ديال الشاسيات وغادي نخلطهم كما شفتوني، غادي نحصل على هذا القوام. وفي الاخير عاد كنزيد الليمون ديالي اولا التين اللي درت فيه المعلقه ديال السكر وخليته من بعد، هو اللي غادي نزيد كما شفتوني هكا كنحصل على هذا القوام بحال هذا الشكل كما كنقولوا. هاد المولى البنات
بغيت نشاركو معكم، شريته غير ب50 سنتيم، 100 ريال من داك البلاصه ديال كما كنقولوا ديال الخرده القديم ديال القديم. خديته غير ب100 ريال، الصراحه كيدير كيكه غزاله. ايوا صافي، خديت الخريطه ديالي ودرتو هنايا في هذا المول، راه كيبان لكم كبير ولكن هو راه صغيور، وغادي نمشي نديرو يطيب في الفران ونرجع لكم من بعد. ودابا رجعت هكا، مشيت للطاجين ديالي، كنحرك هكا كما كتشوفوا. المهم الصوره راها واضحه، كلشي كيعرف يدير الطاجين، غير بغيت نشارك معكم نهاري وصافي. سترت هكا البطاطا وعاد غادي ندير الحوت. كما كتعرفوا الحوت كيطيب دغيا، خصوصا هاد الفيديوهات كنشاركهم خصوصا للمبتدئات بالنسبه للطياب، يعني يقدروا انهم ينفعوهم. حتى حنا ملي كنا يلاه بدينا كنا كيعجبنا بنادم نشوفوا شي حاجه عند شي حد باش نتعلموا منها. ايوا هادشي ما كان. درت مطيشه، درت هكا شويه ديال الليمون وشويه القزبر والمعدنوس، وكذلك زدت هكا شويه د العطريه، الابزار، معلقه ديال سكينجبير، الكمون، التحميره، وزدت معلقه ديال الصوجه وصافي. كما شفتوني زدت هكا شويه ديال الماء باش تخلط لي لاصوص ديالي اولا شرموله، ودرتها هكا من فوق بطاطا ومن فوق مطيشه، وكذلك الزعتر ما نساوهش ديما نديروه في الحوت كيجي غزال. درت هكا شويه، دابا غنخليه يطيب على خاطرو وغادي نمشي نشوف البقوله ديالي صاي تبارك الله طابت، وغادي نمشي نوجد لها الشرموله ديالها حتى هي. كنحتاجو هنايا القزبر والمعدنوس، قطعه ديال الليمون، مطيشه محكوكه، معلقه ديال الكمون، معلقه ديال التحميره، معلقه ديال الابزار، شويه ديال المليحه، وكذلك نص ليمونه عصرتها. وغادي تشوفوني كندير مطيشه انا، هذه هو الطريقه ديالي كتجي غزاله تبارك الله. ومن بعد مشيت خرجت الكيكه ديالي كتجي رطبه لواحد الدرجه ما نقول لكمش. كنصحكم منين تخرجوها من الفران ديروها نيشان في الكونجيلاتور حتى تبرد مزيان وتشد راسها، وعاد غادي نخرجوها. ودوزت نصيب الكريمه اللي غادي نرافق بها الكيكه ديالي. خديت نص كاس ديال السكر سنيده، ساشي ديال الفاني، كاس ديال الليمون اولا التين، حنا كنقولوا التين، شويه ديال النسمه ديال الليمون، اولا ديروا هكا القشور الا عندكم ديال الحامض اولا ديال التين، وكذلك معلقه ديال النشا ديال الذره. هانتوما درتها فوق البوطه حتى طابت مزيان، غترجع لنا على هذا القوام هذا تبارك الله. راه كلشي كيعرف يدير الكريمه وراهم عندي في الفيديوهات السابقه. وغادي ندير لها هكذا الميكا، نمشي نخليها تبرد غير على برا حتى تبرد شويه، وعاد غادي نرجع لها. ودابا غادي نمشي نشوف التشرميله ديالي كما شفتوني، طابت تبارك الله، بقات غير الزويته هكا، ما بقاتش فيها الماء ولا حتى حاجه. وغادي ندير لها البقوله اولا خبيزه كما قلت لكم كل واحد كيسميها، وغادي نخليها هكا كما كنقولوا كتجمر على البوطه حتى غادي تبقى غير الزويته والبقوله ديالنا. وها هي وجدات. ودابا غادي نمشي نرجع للكيكه ديالي، راها تكون بردات، وغادي نزينها. تزين كل واحد يزين باش الطريقه اللي بغا. شوفوا تبارك الله كتجي غزاله، قلت لهم الحاجه اللي كتكون رخيصه هي اللي كتجي فيها الحاجه زوينه. ودابا غادي ندير هكا 2 معالق ديال الزبده. هاد الكريمه الصراحه كتجي غزاله، موالفين في الكريمات السيترون كنزيدوا الزبده يعني وهي سخونه الكريمه. دابا لا، خليو حتى تبرد الكريمه وجربوها ورجعوا عليا، كتجي غزاله. ايوا صايي، غادي ندهن هكا شويه ديال الكونفيتور باش غادي كما كنقولوا نسقلي نواه كوكو، محقاش غادي نزينها بالكوك. وهادشي ما كان. نهاري هو هذا والله الصراحه تماره ما نقول لكمش، ولكن الحمد لله على كل حال. الدنيا هي هذه كما كنقولوا، حتى واحد ما لقاها كيبغاها، غير جري عليا نجري عليك. وخصوصا بنادم كما كنقول لكم، يعني يدك هنا وهنا وهنا. الحمد لله على كل حال. هذه هي الام، واللي يخطيو علينا امهاتنا كاملين، واللي ما عندوش الميمه ديالو ربي يرحمها يا ربي ويجدد عليها الرحمات. هادشي ما كنتمناو لكل واحد، وبنادم خصو يكون هكا كما كنقولوا، يكون بنادم مرا وقاده يدير الكوراج. والحمد لله الساعات داك كدوز. هانتوما الكيكه ديالي هي هذه كتجي غزاله، وهاد الكريمه كنصحكم ديروها كتجي رائعه رائعه. وفوالا الطويله ديالي هي هذه، والطويجين ديالي هو هذا. كنتمنى انه يعجبكم الصراحه، جا غزال ما شهيتكم. كل واحد خيرو في دارو، راه غير كنبغي نشارك معكم اي حاجه درتها. والبقوله ديالي اولا خبيزه تبارك الله جات فنه، ورافقتهم كذلك بواحد الشليضه هكا بالزربه كما كنقولوا، الصلاه ديالنا طبيعيه اللي كنديروا ديما موجوده في كل دار وكلشي كنحماقوا عليها. شليضه الخس، شويه ديال مطيشه والبصله، وكذلك الخيار. صراحه انا كتعجبني هاد الشلاضه كنموت عليها. ايوا هادشي ما كان. نهاري هو هذا كما شفتوني على طبيعته على حقيقته، جري 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 جري. كنتمنى الدعم ديالكم وتشجيعاتكم، البارطاج واللي لايك اللي عليه يخطيكم عليا يا احلى متتبعين. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله، ومع السلامه.